انت برج ايه؟ هقول لك على الخاص. دوس واحد وخلي أغنية عمرو دياب ارجع لها دلوقتي. انا برج العذراء. العذراء ده بيعرف كل حاجه، بيفهم كل حاجه، اي حد بيكذب عليه بيفهمه، عنده الحاسه اللي هم بيقولوها الحاسه معرفش الايه دي، كل حاجه بيعرفها، اللي بيحلم بيه بيحصل بيه، اللي بيحلم بيه تاني يوم بيحصل، كل حاجه بيعرف حاجات كتيره قوي فوق ما تتخيل. والعذراء السنه دي اكتر برج محظوظ السنه دي هو العذراء نمبر 1، هم قالوا كده قسما بالله. اكتر برج محظوظ السنه دي العذراء والجوزاء والسرطان والدلو، اكتر الابراج المحظوظه، اكتر الابراج المحظوظه والثور مش عارفه برج الثور باين برضو معانا. عمو فياض ما بيردش مش عارفه ليه، انا مش عارفه هو مات ولا ايه. وانت برج ايه يا دكتور؟ اوعى تكون برج العقرب. خبر أبيض. العقرب صديقي على فكره، بس صعب قوي التعامل معاه. والاسد برضو، الاسد بيخزوق والعقرب بيخزوق كتير قوي. اكتر برج ممكن يجي معايا حلو وجميل وكيوت هو الحوت والحمل، وبرج البتاع ده اسمه ايه، الثور. ابراج دي حلوه جميله معايا. شكله عمو فياض نام. اقول احبك اقول احبك. في حد هنا برج العقرب من الناس اللي انا بحبها او برج الاسد؟ العذراء وافتخر. احلى برج في البنات كلها هو العذراء، احلى برج في الابراج كلها هو العذراء، نمبر 1 في كل حاجه. عنده كاريزما، عنده حضور، بيحب النظافه، عنده محتوى كتير قوي، بيحب يغني، بيحب يرسم، بيحب التمثيل، بيحب كل حاجه، مبتكر في كل حاجه، بيحب الاكل، بيحب يعمل اكل، بيحب المطبخ، كل حاجه شاطر جدا. بسم الله ما شاء الله يعني علينا بجد. برج العذراء ده انضف برج. نرجسي شبه امك امشي اطلع بره. بيحب النسكافيه قوي، بيحب الكوفي، بيحب ايه يا نوره، ايه مضغوطه مالك يا مقشفه، محدش معبرك ولا ايه؟ تلاقيكي برج العقرب. خدي كاتمه على وش امك امشي اطلعي بسحنتك المعفنه دي. هي خروفه ايه مضغوطه ليه؟ ان انا بتكلم عن البرج بتاعي عشان انضف برج، عشان انضف من اللي جايبينك. برج العذراء حاطط عليكم عشان عنده كاريزما، عشان امور. اسمك نوره؟ يا اسمك بيئه بلدي قوي. نوره يا نوره، اسمك معفن شبه سحنتك المعفنه. النوره قال نوره يا. طب برج الحمل. برج الحمل كيوت قوي 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 وجميل جدا في البنات وشيك. اشيك برج ممكن تتعاملي معاه برج الحوت وبرج العذراء. اشيك ابراج. بيحبوا اللبس، بيحبوا النظافه، بيحبوا الشكل، بيحبوا حاجات كتيره قوي. هتعزميني على النسكافيه؟ حاضر. مش انا اللي بقول الكلام ده. روحوا اسمعوا الابراج، روحوا اسمعوا الابراج وانتوا تعرفوا. يعني اكتبوا اشيك برج هو برج ايه، واكتبوا احلى برج هو برج ايه، اكتر برج عنده كاريزما هو برج ايه، هيطلع لكم برج العذراء اكتر برج. تتحديني؟ خد كاتمه على وش امك. اتحداك في ايه يا معفن يا ابو بنطلون مقشف حنوكه؟ وانت اللي بتكتب بالانجليزي. خد كاتمه على وشك اخرس يا مضغوطين يا عجله انت وهي يا مقشفه يا غلو من هاية يا سرمو من
هاية، يا مشنشة، يا غلو، يا مشنشة من ستك هاية، يا عجلة من ستك هاية. كفاية كده عليك يا عجلة يا مشنشة. لبنى محامية شاطرة عندها قضايا مشنشة. يا غلو، يا صارمو. انت النت عندك وحش يا سوسي؟ لا. امال الفصل عندي ليه؟ الفصل عندك ليه؟ ايه؟ بس واكتر برج بيحب الهزار وعنده كاريزما وعنده خفة دم هو برجي طبعا، برج العذراء نمبر 1. حط عليكم. موتوا بحضرتكم، موتي بحضرتك يا سودا جوية. مش معنى ان هو بيحب الهزار والضحك ان هو ما عندوش رومانسية. ده اكتر برج رومانسي، عنده رومانسية عالية جدا جدا فوق ما تتخيل. لو حب حد بيحبه لأبعد الحدود، حبه مخلص جدا جدا جدا. هو برج العذراء مخلص في حبه قوي، ما يحبش حد ابدا. لو حب حد عمره ما يحب حد تاني، يفضل بيحبه كده. ولو ما حصلش نصيب ما بينهم وتوافق ما بينهم، بيفضل على ذكراه وبيفضل مش ناسي بقى كل الحاجات اللي كانت بتحصل ما بينهم. فكره دايما في الانسان اللي هو كان بيحبه، مخلص قوي في حبه. ما بيحبش بقى انه هو مثلا يخش في علاقه ويحب حد وبعد كده يرجع مثلا يسيبه ويخش في علاقه تانية يحب. ملوش في الكلام ده خالص. ممكن الكلام ده البرج العذراء والجوزاء والكلام الفاضي دوت، قصدي الاسد والجوزاء والحاجات التانية دي. اكتر برج يحب يلعب بالناس هو برج الاسد. البنات تحب واحد وترجع تحب واحد وتحب واحد وترجع تحب واحد، والجوزاء نفس النظام، بتكلم ناس كتيره قوي، ممكن يحب واحد كده، انتوا فاهمين. لكن العذراء مخلص قوي 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 في حبه، مخلص قوي في حبه، جدع جدا فوق ما تتخيلوا. لو حب حد بيحبه العمر كله، خلاص هو خلاص حبه. والجدي ده حظه منيل ب60 ليله، ما بيعرفش يحب، يعني ما يعرفش يعبر عن حبه. مش رومانسي خالص الجدي على فكره، مش رومانسي ابدا، يعني كحب مش رومانسي. البرج اللي بيحب بجد ممكن ورومانسي هو الحمل. الحمل رومانسي فوق ما تتخيلوا. وبرج الحمل وايه تاني، في برج تاني رومانسي قوي 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 قوي، بيحب الرومانسيه ويقعد. والسرطان، الله ينور عليكم. لا الجوزاء لا، ولا في بنات ولا في ولاد. الجوزاء بيحب يلعب قوي 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 بالقلب، وبيحب يستهتر قوي بالناس، وعنده بس اللي هو اهم حاجه نفسه وخلاص، اهم حاجه نفسه وخلاص. عنده حب امتلاك بطريقه مستفزه الجوزاء، واهم حاجه نفسه، اهم حاجه يسعد نفسه، لكن الاخرين طز فيهم يولعوا. وعنده حب التملك، يعني ويحب حد عن حد. وعنده مثلا انقلاب الشخصيه بسرعه، شخصيته بتتقلب بسرعه بطريقه، يعني الصبح بحال وبالليل بحال، وشخصيته مقرفه قوي. انا ما بحبش اتعامل مع العذراء ابدا ابدا، شخصيه مقرفه بجد، بتاع مصلحته وبتاع ماديات بس. انا بقول لكم العشره والناس اللي انا شفتها في حياتي، قسما بالله بكلمكم بجد. نيمار جونيور. اهلين وسهلين. في ناس كتير قوي برج العذراء بقى ايه هتقول لك لا ما اعرفش ايه، وعشان هم عذراء، عشان هم قصدي جوزاء. في جوزائيين كتير هيقول لك لا احنا مش كده وهم كده وابو كده. اصلا شخصيتهم اعوذ بالله. السور شخصيه جميله جدا جدا جدا، شخصيه جدعه جدا.
بس لما بيسمع لحد استغفر الله العظيم يعني قرف بجد، بيقلب بسرعة وعصبي جدا، وبيسمع لأي حد وخلاص، مش بيمشي من دماغه، بيمشي من كلام الناس وخلاص. السرطان شخصية جدعة جدا، بحب السرطان جدا، شخصية جدا جدعة قوي 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 قوي، وما بيحبش المشاكل، وبيحب يقعد مع نفسه كتير، وما بيحبش المشاكل، ما بيحبش التجمعات، ما بيحبش الخناقات، ما بيحبش الزحمة، ما بيحب كده. هو انسان كده يعني مع نفسه في كل حاجة. الميزان ده يعني ما بحبوش بصراحة، ما بحبش اتعامل معاه، خداع. الميزان شخصية خداعة قوي 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 فوق ما تتخيلوا. لو حطك في دماغه ممكن ينسفك من على وش الأرض. غدار بدرجة مستفزة، غدار جدا. العقرب صاحب صاحبه على فكرة، جدع جدا أكتر من الميزان. العقرب أحسن من الميزان مليون ألف مرة، صاحب صاحبه قوي، وبيحب الضحك والهزار وعسول. خد يا خروف اطلع بره، تلاقيك بس عشان انت ميزان يا خروف حاسس بنفسك، اطلع بره. الدلو مريض نفسي؟ لا طبعا، الدلو ده اذكى برج على وجه الارض. بس اوعى تقع، انا قلت لك ايه؟ مش قلت لك تروح تقعد هناك؟ اذكى برج هو الدلو، واجدع برج هو الدلو، ومجتهد جدا وصاحب صاحبه، وبيحب قوي النظافه فوق ما تتخيلوا. عامل زي البرج بتاعي بالظبط، زي العذراء، بيحب النظافه قوي قوي، واجدع برج وصاحب صاحبه قوي قوي، يقف معاك في اي حاجه هو الدلو يا كداب. اذا كان اكتر برج بيحب الشغل هو الدلو. يا ابني ده ام عمر، يا ام عمر، ايوه ايوه يا ام عمر. الدلو اذكى الابراج، ذكي جدا، حطيه في اي اختبار هيظبطك، هيقول لك كل حاجه، ذكي جدا. الجوزاء اكتر برج بكرهه يا هيما، برجك خرا منيل ب60 نيله يا هيما، الجوزاء خرا بالنسبه لي. كبش وتتاكل اكل، مش صاحب صاحبه، مش جدع. الجوزاء حلو في الرجاله لكن البنات لا. برج القوس ده عسل، ده قلبي، ده حته من قلبي. برج الجوزاء في الرجاله انضف من البنات. البنات مش جدعين في برج الجوزاء، غدارين. برج الجوزاء في البنات غدار، في الولاد لا. تحب مصلحتها قوي، البت في الجوزاء تحب مصلحتها قوي، مصلحتي ثم مصلحتي ثم مصلحتي، وادوس على الاخرين، تدوس على اي حد عشان المال، تدوس على اي حد منها، تدوس على اي حد عشان كرامتها. ماشي كلنا بندوس على اي حد عشان كرامتنا، بس دي بقى بالكذب، تعمل اي فونتنا وخلاص، اي حوار وخلاص، كدابه نمبر 1، بتوقع الدنيا ببعض، بتعمل حوارات الدنيا والاخره. برج الجوزاء في البنات حاجه مقرفه، لكن في الولاد بيختلف. في الولاد لا، مش كده خالص، مش كده خالص. برج الجوزاء تعاني منه لو خدت واحده جوزاء قسما بالله، تقعد تحلف لك 30,000 يمين لا والله، وتمسك لك المصحف والله ما حصل كده، وهي قسما بالله بتبقى عامله البلاوي وتقعد تكذب، بتبقى عامله دواهي وتقعد تكذب، تقول لك لا ما حصلش مني كده، وهي كدابه.
وكل حاجه تقول لك المصحف والمصحف وحياه ربنا وحياه ربنا وحياه عيالي وحياه عيالي وما اعرفش ايه، وهي كدابه نمبر 1 بتحب مصلحتها او تبيع اي حد عشان خاطر نفسها. تبيعك لو معاها فلوس تدوس عليك. بنت الجوزاء هي كده، لو معاها فلوس تدوس عليك. فلما الراجل بيختار ما بيختارش بنت جوزاء خالص، يبعد عن الجوزائيين. يختار واحده حمل، واحده حوت، واحده عذراء، واحده، كل الناس دي كويسه معاه. لكن لو دخل في علاقه برج الجوزاء هتنكد عليه وتعيش هيعيش ايام سودة وهتبيعه، هتدوس عليه في الاخر، هتبيعه. برج الجوزاء بياعه نمبر 1، اكتر برج بياع. ست الاسد ايه رايك فيها؟ ست الاسد حلوه بس مشكلتها ان هي عصبيه، وهم كده كده ستات الاسد اكتر كاريزما. الاسد اكتر كاريزما، والعذراء كاريزما، والجوزاء بنات الجوزاء كاريزما برضو، بس بنات الجوزاء كدابين. هم عندهم كاريزما بس كدابين وخداعين، يخدعوك وكدابين قوي في كل حاجه، وعندهم نفسي ثم نفسي ثم نفسي. لكن بنت الاسد مش كده، عندها يعني حنينه قلبها حنين وتقف معاكي وجدعه، بس هي عصبيه قوي، ما تقدرش تتحكم في نفسها. ممكن يعني يحصل اي حاجه ما تعرفش تسيطر على نفسها، ممكن يحصل مشاكل فتلاقوها حاجه تانية، اتعصبت بقى ومش عارفه ايه وبوظت الدنيا. لكن برج الجوزاء برج معفن قوي فوق ما تتخيلوا، اعفن برج على وجه الارض، قسما بالله بكرهه جدا، ما بحبوش. انا بنات الجوزاء دول ما بيجوش معايا سكه خالص، خداعين وكذابين وبياعين وكل حاجه معفنه. خد يا بنت كاتمه على وش امك. عندهم يعني عندهم نفسي ثم نفسي. لكن بنات الاسد اجدع من برج الجوزاء مليون الف مره. بنات الاسد اجدع من برج الجوزاء، انا اللي بقول لكم. يعني لو عايز تصاحب واحده اسد صاحبها، تقف معاك في كل حاجه وجدعه، بس هي عيبها ان هي عصبيه قوي قوي فوق ما تتخيلوا. عصبيه، عندها عصبيه زياده. بنات العذراء دول اكتر برج حنين، لسانه طويل بس في الحق. انا بقولك لسانه طويل في الحق، مش غدار، حنين، بيقف مع كل الناس. لو قصدتيه في حاجه يبيع الدنيا بحالها وبصي يديكي كده عينيه. بنات العذراء يقف معاكي في كل حاجه، عندهم حاسه قويه جدا فوق ما تتخيلوا. اي حاجه بيحسوا بيها بتحصل، اي حاجه يفكروا فيها مثلا هيحصل يبقى فعلا كلامهم صح 100%. تاخد منه النصيحه لكن هو ما يعرفش ينصح نفسه، تاخد منه نصايح، يقف معاك. طيب جدا كريم جدا، اللي في ايده مش ليه، لو حد قصده في حاجه كده. احنا ما فتحناش ابراج، انا ما بستفادش منكم في حاجه عشان افتح لكم ابراج، ما بستفادش منكم في حاجه. انا حاطه الهدف من ساعه ما فتحته وما اتحققش لغايه دلوقتي، ما فتحتهاش ابراج. انا كمان واحده عايزه يتحقق الهدف بتاعها. عايزين نتكلم عن الابراج، هقول لي هدفي زي ما كل الناس بتعمل. فتحتش ابراج انا. جوزاء يا اسامه احي مش باين عليك، مع ان برج الجوزاء في الولاد احلى، يعني في البنات لا، في البنات غدارين قوي، في البنات غدارين قوي يا اسامه. البنات في الجوزاء غدارين قوي قوي قوي، لكن في الولاد احسن بكتير، بيختلف. انتي بتعرفي في الابراج وبتقري فنجال ولا ايه؟ لا انا ما بقراش الفنجال يا سهيله، لان الفنجال دوت بتاع الشياطين اللي شبهك يا مضغوطه يا مقشفه. لكن انا بفهم في الابراج قوي، عارفه الابراج قوي
عشان أنا كان محتوايا ابراج الاول، بفهم في الابراج، لكن ما بقراش الفناجيل عشان الفناجيل شيطان شبه اللي جابك. ممكن مثلا كده بحط الفنجان كده واعمل كده بس، لكن ما بقراش الفنجان، بيتقلب على وشك. اللي بتقرا الفنجان دي بيتقلب على وشها، فهمتي يا سهيلة يا مضغوطة؟ ها يا مضغوطة يا اللي قاعدة انت كده الضغط بياكلك؟ لا، الاشكال المؤذية اللي شبهك ما بقراش الفناجيل. ممكن تكوني انت بتاعت اعمال. هاي يا سهيلة بتاعت الاعمال يا بتاعت الفناجيل يا محنكة. مرة واحدة في حياتي اللي فتحت فيها فنجان لواحدة صاحبتي، مرة واحدة بس. حبيت بس اعرف ايه اللي بيعملوه وايه بس اللي كده بيشوفوه وايه اللي مش عارفه ايه. عندي كده حب وساعات وانا قاعده بشرب مثلا قهوه في اي كافيه بره، فبقوم قلبه الفنجان كده بس بقلبه بس ما بشوفوش، بقعد افنن. بس في مره واحده ان كلامي طلع كله صح. تعرفوا انك لو فتحت فنجان ان في حاجه بتقولك على كل حاجه بالظبط. انت كده خلاص اتلبست رسمي، اتلبست رسمي. انت قرأتي يا ماما؟ انت كده اتربست رسمي. مره واحده قريته لصاحبتي وقلت لها ان في حاله وفاه هتحصل عندك، وفعلا تاني يوم حد مات عندها في البيت. قلت لها هتسيبي خطيبك، سابت خطيبها، هيحصل حاله وفاه عندك. فعلا حصل حاله وفاه عندهم في البيت، مش عارفه ايه حاجات كده حصل كده. فانت لو مسكتي الفنجان ده وقريتيه بيبقى كل حاجه انت بقى ايه بتقعدي تلمحي مثلا اشكال وحاجات وما اعرفش، وقلتي حاجه بتطلع صح، لان في حاجات بتقف معاكي، في حاجات كده غريبه بتحصل. خد كتم على وش امك. فغلط جدا، غلط. قراءة الفنجان دي غلط، اوعي، فيها شياطين وفيها حاجات مقرفة. بكلمكم بجد، وربنا مش هيكرمك في حياتك لو قريتي حاجة زي كده، سكتك مش هتتفتح.